السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ نوني. هنعمل النهاردة البيتي فور، وهنعمله النهاردة بالقمع، مش هنعمله بالمكنة. يلا بينا نشوف الخطوات والمقادير ازاي بنعمل البيتي فور. اول حاجة هجيب 750 جرام من الزبدة، هنحطهم في العجان، او عندك مضرب بيض اعملي بالمضرب البيض. هنحط 750 جرام، عليهم 200 جرام من السكر البودر، وهنضرب بالعجان كويس قوي قوي لحد ما تتحول الزبدة والسكر الى كريمة فاتحة بالشكل ده. شايفين فاتحة ازاي؟ بعد كده هجيب هتفضلي تضربي فيها يعني حوالي بتاع 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، علشان توصل للقوام ده وتوصل للشكل ده. بعد كده هجيب 3 صفار بيضة، هنفصل الصفار عن البياض زي ما انتم شايفين بالشكل ده، او ممكن تفصليه بالمصفى بتاعه الشاي. فانت هتحطي كسار البيضة على المصفى، الزلال الابيض هينزل والصفار هو اللي هيفضل في المصفى. وهنضيف الصفار بالتدريج، مش هنحطه مرة واحدة، هنضيف الصفار واحدة واحدة وهنقلبها لحد ما تختفي. واول ما تلاقيها اختفت معاكي تضيفي الصفار التاني من البيض. 3 بيضات هنعملهم في البيتي فور، وهنضرب كويس قوي. هنا دي البيضة التانية، لما لقيت البيضة الاولانية اختفت حطيت الصفار البيضة التانية، الصفار مش البيضة كاملة، الصفار، وهنضربها كويس. هنحط الفانيليا طبعا ما ننساهاش عشان ريحة الزفارة بتاعة البيض. هنفضل نقلب فيهم كده ونضرب فيهم لحد ما الكمية بتاعتنا هتزيد. وادي البيضة الصفار البيضة التالتة، هنضربها برضو. هنكون محضرين كيلو من الدقيق معاه بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، وهنقلبه. بعد ما نقلبه هنضيفه، هنكون نخلينه طبعا، انا نخله الدقيق قبل ما احط البيكنج باودر عليه. وهنضيف الدقيق على الزبدة، وهنغير الكف بتاع المضرب العجان بس، وهنقلبه بالراحة قوي مش زي الاول كان سريع. بعد كده بعد ما العجينة خلاص خلصت بنمسكها في ايدينا كده ونشوفها، لو ايدينا العجينة اتلمت في ايدينا من غير ما تمسك في ايدينا يبقى هي كده تمام. وهنبدأ نشكلها بالقمع، هنجيب جزء من العجينة ونحطه في القمع، وهنضغط بصباعنا كده زي ما انتم شايفين، هنضغط عليها وهينزل من الناحية التانية بالشكل اللي انت عايزاه. عايزة تعمليها طويلة اعمليها، عايزة تعمليها مدورة اعمليها، حسب ما انت عايزة الشكل بتاعها هيتعمل. اهي هنا مدورة هنا. وعايزة تعملي الجزء لونه البني دوت، ناخد جزء من العجينة الصفرة دي ونضيف عليها 3 معالق كاكاو خام، ونقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما تبقى العجينة لونها بني. وهيبقى عندنا واحدة بالشوكولاتة وواحدة سادة، يبقى واحدة بني وواحدة صفرا يعني. اهي كده خلصت اول صينية. وما تخافيش، ما هو مش هينفش قوي ولا هيخمر، لان احنا طبعا ما بنخمروش عشان هو ما فيهوش خميره. ده هنحطه في الفرن على طول. شايفين ده شكله بعد ما خرج من الفرن شكله عامل ازاي؟ شفتوا التحمير بتاعه عامل ازاي؟ واحنا لو عايزين بقى تعمليها بالمربى، تجمعي كل اتنين مع بعض وتعمليها بالمربى اعملي تعمليها بنصها شوكولاته وبعد كده تحطيها فيها السوداني. دي حسب رغبتك انتي، التزيين حسب الرغبة. انا عملتها بس ما الفيديو ما جابهاش معلش. هنا ده الشكل، خدت واحدة فاتحة وواحدة غامقة وحطيت في النص شوكولاتة. وبعد كده
حطيتها في الشوكولاته، وفي جزء عملته بالمربى. يا ريت لو الفكره عجبتكم، لو الطريقه عجبتكم، تقولوا لي، تعملوا لايك وشير كومنت وسبسكرايب من مطبخ نوني. كل سنه وانتم طيبين.